Your steps keep me awake, don't cut me down, throw me out, leave me here to waste. I once was a girl with dignity and grace, now I'm slipping through the cracks of your cold embrace, so please. الإنسان مستحيل أنه يقدر يحسن من نفسه إلا إذا عنده أمل أنه عيوبه هذه ممكن في يوم من الأيام يتغلب عليها. وأنا في حياتي الشخصية ويعني عندي كان عيوب كثير وذنوب كثير وأخطاء كثير، وبعضها جلست يمكن 10 سنين أجاهد نفسي أني أعالجها، وبعضها جلست يمكن 20 سنة إلين ما عالجتها. ولولا أنه كل مرة كنت مثلا أغلط وأرجع أصلح، وأنه عندي أمل أنه في يوم من الأيام ربنا حيأذن ويفكني من أسر هذا العيب أيا كان. وأنا دائما كنت أقول مثلا كنت أدخن زمان، ودخن 13 سنة وجلست 10 سنين أحاول أبطل. 10 سنين أبطل، أرمي البكت 3 أسابيع أرجع تاني أدخن. بس كان عندك أمل إنك أنت، لولا الأمل إنه في يوم من الأيام حتفك، كان عندي أمل ويقين، ما كنت بطلت. كان اليوم جاي معايا بكت سجاير وأنا مبطل من سنة 2000. فمهم جدا على العلم. إلى اليوم عندي عيوب صار لي 20-30 سنة بحاول أعالجها، ما تعالجت، ولكن عندي أمل إنه السنة الجاية أو اللي بعدها حالجها. فتحسين النفس على مستوى الفرد بدون أمل، صحيح. لذلك الأمل هو وقود العمل.
قاعدة أساسية: أنت مهم. أنت كإنسان لم تخلق عبثاً، وجودك في الكون له سبب، فما في إنسان يستقل من نفسه أو يحس أنه ما له دور في الحياة، أو أنا مين، أنا ماشي على هامش الحياة. وكل إنسان وجوده يغير في كل الكون. كل الكون لن يكون كما هو اليوم بدونك. يعني إذا أنت خرجت من الكرة الأرضية دي، كل منظومة الكون حتتغير، مجريات الأحداث حول الكرة الأرضية كلها حتتغير. لذلك في قاعدة ما يسمى الباترفلاي إفكت أو أثر الفراشة، أنه لو في فراشة حركت جناحيها في كاليفورنيا ممكن تسبب إعصار في بلد عبر المحيط بسبب الذبذبات. ليه؟ لأنه كل الكون متصل. كلمتك، فعلك، حركتك، كل ذرة عمل تقوم بها تؤثر على الكون، ووجودك له هدف، سواء أنت فهمت الهدف ده ولا ما فهمته. ولكن لما الله قرر أنه يخلقك، خلقك لهدف وسبب. استشعار هذا السبب هيغير تعاملنا مع الحياة. 2000 years later. لا ده هيجي جاي، هو خطيبته هتلاقيه جاي.